يقول المؤلف رحمه الله: يقول راجي من إليه المهرب عبد الرحيم بن الحسين المذنب. نعم، ذكر في هذا البيت اسمه، وهذا مما ينبغي أن يذكر في كل تأليف، ينبغي أن يعرف صاحبه باسمه ونسبته. ذلك قال أن اسمه عبد الرحيم بن الحسين، يقول يعني تقدير الكلام يقول عبد الرحيم بن الحسين المذنب، معناها المتصف بالذنب، وما منا إلا مذنب، لأن تقوى الله حق التقوى واستقامة الأمر على الوجه الدائم في طاعة الله سبحانه وتعالى هذا من صفات الأنبياء، وهو العصمة، وليس منا معصوم، كل ابن آدم خطاء، خير خطائين التوابون، فإنه كان للأوابين غفورا. فحينئذ هو قال: يقول راجي من إليه المهرب. يقول راجي معناها الذي يرجي، ويعني الذي يطلب المنجى. من إليه المهرب؟ المهرب طبعا إلى الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى هو الذي إليه المهرب، وهو الذي إليه المفر. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ففروا إلى الله. وفي الحديث في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. فحينئذ قال: يقول راجي من إليه المهرب، وهو الله سبحانه وتعالى، عبد الرحيم بن الحسين المذنب. وهذا من تواضعه رضي الله عنه، فهو من المتواضعين المنكسرين لله سبحانه وتعالى. ولذلك حتى خليل رحمه الله يقول في مقدمة كتابه المختصر، يقول: الفقير المضطر لرحمة ربه المنكسر خاطره لقلة العمل والتقوى خليل بن إسحاق المالك. فحينئذ هذا مما يجعله بعض المؤلفين. فصفة المذنب هي طبعا صفة يتصف بها عباد الله، لأن العصمة للأنبياء وحدهم. نعم. أحمد ربي بأتم الحمد وللصلاة والسلام أهدي. مقول القول أنه يحمد ربه سبحانه وتعالى، يعني وهو افتتح كتابه بالحمد اقتداء وتأسيا بكتاب رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. وقد ذكر في القرآن صفة الحمد واسم الحمد كثيرا. فهو حينئذ قال مقول قوله أنه يحمد الله سبحانه وتعالى أتى بصيغة المضارع للتجدد، كلما حدثت نعمة حتى ولو بعد موته هو، فهو يحمد الله عليها. يقول: أحمد ربي بأتم الحمد، معناها بأفضل الحمد وأجمله وأتمه وأكمله. وللصلاة والسلام أهدي إلى نبيه. قال أنه يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام. والصلاة في اللغة الدعاء، والسلام والأمان، وهي مما إذا كانت النبي صلى الله عليه وسلم معناها الرحمات، معناها يطلب من الله سبحانه وتعالى أن ينزل رحماته وأمانه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأرجو الله في نجح ما سئلته شفاها من نظم سيرة النبي الأمجد ألفية حاوية للمقصد. قال أنه يرجو من الله سبحانه وتعالى أن يرزقه النجاح فيما سأله عنه بعض الناس مشافهة، وهو نظم في سيرة النبي الأمجد، وهو أن ينظر لهم ألفية في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم حاوية للمقصد. حاوية معناها جامعة وشاملة لمقاصد السيرة النبية وغاياتها وأهم أحداثها. نعم. فهو حينئذ يرجو من الله سبحانه وتعالى أن يرزقه النجاح والتوفيق والسداد فيما سئل عنه مشافهة، والذي سئل عنه هو أن ينظم ألفية في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الأمجد. والنظم هو الشعر، فالكلام منظوم ومنثور، فالمنظوم هو الشعر المنثور ما سواه. والمؤلف رحمه الله هنا سئل أن ينظم سيرة النبي صلى الله عليه وسلم شعرا، لأن الشعر حفظه أسهل من النثر. نعم. قال: وليعلم الطالب أن السير تجمع ما صح وما قد أنكر. نبه رحمه الله تعالى على مسألة، وهي أن السير، أنا علم السيرة، يجمع ما صح في الروايات، وأيضا يجمع ما أنكر في الروايات، معناها غير صحيح. فالسيرة تجمع ما صح على قوانين علماء الحديث وضوابطهم في تصحيح الأحاديث وقبولها، فمنها ما صح وما قد أنكر، أي ليست له أساند تصح، ولكن ربما تروى الحادثة الواحدة أحيانا بعد عدة روايات بينها تعارض بحيث لا يمكن قبول هذه الرواية جميعا في آن واحد. وأنا أذكر أن قضية أن السيرة تذكر بدون أسانيد، هذه المسألة ربما أن السيرة تشيع بين الناس
بقدر إشاعتها يكون خبرها أصح، لأن حتى الصبية والنساء يتحدثون به والجواري، فهي غير مثلا لا يشترط فيها ما يشترط في الأحاديث التي على مثلا مبنية عليها العقيدة والأحكام الشرعية، فالسيرة دون ذلك. فحينئذ هو نبه هنا في هذا البيت على أن السيرة تجمع ما صحت روايته وأيضا ما أنكرت روايته. أنا تذكر بعض الأحيان موضوع له أسانيد صحيحة، وتذكر موضوع لا سند له أصلا. قال: والقصد ذكر ما أتى أهل السير به وإن إسناده لم يعتبر، فإن يكن قد صح غير ما ذكر ذكرت ما قد صح منه واستطر. ذكر في هذه الأبيات أن يأتي بما ذكره أهل السير حتى لو كان إسناده ليس بالإسناد القوي، لكن ينبه إذا كان صح غير ما ذكر، يعني إذا كان الموضوع الواحد قد وردت فيه عدة روايات بعضها صحيح وبعضها ضعيف، ذكرت ما قد صح منه واستطر، معناه ينبه على الصحيح منها. وهذا طبعا معلوم، السيرة تأتي مثلا بأسانيد صحيحة وتأتي بغير أسانيد. لذلك الإمام أحمد رحمه الله كان يقول: 3 علوم ليس لها إسناد: علم التفسير وعلم الملاحم والمغازي. والمقصود بقوله ليس لها إسناد أي الغالب على رواياتها أنها تكون موقوفة على الصحابة، وليس لها إسناد متصل من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ما كان متصلا من أهل المسلمة قد لا يوجد له إسناد صحيح على شرط المحدثين. ولذلك يقول بعض العلماء معلقا على قول الإمام أحمد: قال المحققون من أصحابه ومراده أن الغالب أن مثلا ليس لها أسانيد صحاح متصلة، وإلا فقد صح من ذلك الكثير أنها ليس لها أسانيد صحاح متصلة. هذا هو ينبغي أن يحمل عليه كلام الإمام أحمد، وإلا فإن من روايات معناها من ذكر السير ما له إسناد صحيح. وعلى كل فهو نبه رحمه الله تعالى على أن السيرة تجمع ما صح سنده وما لم يكن له سند أصلا، ولكن إذا كان هناك ما ذكر له سند صحيح وسند ضعيف فهو ينبه على الصحيح ويذكره وينبه عليه غاية التنبيه، والضعيف يتركه. القصد ذكر ما أتى أهل السير به وإن إسناده أصلا لم يعتبر، إن يكن قد صح غير ما ذكر. معناه إذا كان هناك سندان، سند روايته صحيحة وسند روايته ضعيفة، فهو يذكر ما قد صح وينبه عليه. لذلك قال: ذكرت ما قد صح منه واستطر. نعم.